تفاءلوا بالخير تجدوه. الفكرة في المثل ده مش بس ان انت لما بتتفائل بالخير وتحسن الظن هتلاقيه في المستقبل والظروف اللي حواليك تتحسن. الفكرة هنا في اللحظة اللي انت بتتفائل فيها خير وبتحسن الظن بالقدر اللي ربنا كتبهولك، بتلاقي الخير في نفس اللحظة، في الحاضر في ساعتها، بس بتلاقيه جواك، في نفسيتك، في قلبك، في شخصيتك، في تفكيرك، في الطريقة اللي بتشوف بيها الظروف اللي حواليك وازاي تتعامل معاها، والطريقة اللي بتشوف بيها حالك اللي انت عليه دلوقتي. حتى لو الظروف ما اتغيرتش في ساعتها، نظرتك ليها اتغيرت واتحسنت، ودي اهم حاجة لانها بتديك القوة والنفسية اللي تخليك تعدي من اي ظرف وانت نفسك تبقى احسن. لو ما اتغيرش اللي انت شايفه قدامك، بتتغير نظرتك ليه، انت شايفه ازاي. كان في حكمة لأرسطو بيقول: قد تنظر لما أنظر ولكنك لا ترى ما أرى. دي البصيرة اللي ربنا بينعم عليك بيها لما تتفائل خير وتحسن الظن. فالحكمة هنا من تفاءلوا بالخير تجدوه، يعني تفاءل بالخير تجده الأول جوه نفسك. في قصة مشهورة اسمها دون كيشوت، بتحكي عن راجل عجوز عنده شغف وهوس وهواية انه يقرأ كتب وأساطير الفروسية ليل نهار، لدرجة خلته ينفصل عن الواقع ويصدق القصص اللي بيقراها اللي في العصور الوسطى في زمن انقرض خلاص، ويقرر انه يطبق اللي قراه في حياته ويقضي بقية حياته كمحارب أو فارس، ويلف العالم ويحارب وينصر المستضعفين ويحقق العدل. فبدأ يهيئ نفسه ويصنع عالم موازي للقصص اللي بيقراها. راح جمع خوذة ودرع وركب حصانه الضعيف الرفيع وسماه اسم روسينانتا، وسمى نفسه دون كيشوت. كان ناقصه مرافق شاب يساعده وأميرة يهديها انتصاراته زي القصص بالظبط. فالمرافق كان جاره فلاح بسيط اللي ما كانش مقتنع في الأول، بس وافق لما قاله إنه هيعينه حاكم لجزيرة من الجزر اللي هيحرروها. والأميرة اللي كانت في خياله كانت في الحقيقة جارته، بنت فلاح في القرية كان بيحبها زمان، وسماها دولسينيا. ومن كتر ما هو مصدق كان بيتهيأله إن طواحين الهوا اللي بيقابلها في الطريق شياطين، والريش بتاعتها دراعات عملاقة بتنشر الشر في العالم. في 2015 اتعمل فيلم مقتبس عن القصة، بس غير النهاية لأنها كانت نهاية حزينة جدا، فغيرها بنهاية تانية كان شايف إن هي بتوصل رسالة القصة بطريقة أحسن. فالنهاية هي إن أخو دون كيشوت اللي كان بيحكي له قصص الفروسية وقصص الكتاب المقدس وكان بيجيب له روايات الفروسية يقراها، حاول يقنعه إنه يبطل اللي هو بيعمله ويرجع لبيته تاني. فقال له: ارجع لديارك دلوقتي وهجيب لك كتب جديدة وهنقعد نقراها مع بعض. فدون كيشوت رد عليه قال له: أنا هسيب لك الكتب، في رجال بيؤمنوا بالأقوال ورجال بيؤمنوا بالأفعال، فأنا مؤمن بالأفعال. فابتسم وقال له: أنا معجب بإيمانك، في الواقع أشعر بالغيرة بعض الشيء، لكن الأوهام التي تؤمن بها ليست حقيقية. فراح رد عليه وقال له: وماذا عما تؤمن به؟ فسكت شوية كده وفكر ملقاش رد. والفكرة من الحوار في المشهد ده إن دون كيشوت بان إنه قوة إيمانه باللي بيعمله واللي مصدقه، رغم إنه خيالات أقوى من إيمان أخوه بالصح وبالواقع. فالفكرة هنا إن قوة إيمانك بحاجة هي اللي بتحركك حتى لو الحاجة دي مش موجودة في الواقع دلوقتي. وإذا كانت دي قصص وروايات وكلام حواديت، ففي موقف حقيقي حصل لعالم رياضيات اسمه جورج دانتسيج. كان في جامعة كاليفورنيا في سنة أولى دراسات عليا، وصل المحاضرة متأخر، فلقى الدكتور كاتب مسألتين على السبورة وافتكرهم واجب زي ما الدكتور متعود إنه يدي واجب في كل محاضرة. وروح حاول يحل المسألتين بس كانوا صعبين جدا. أول يوم حاول معرفش، تاني يوم حاول معرفش، تالت يوم ما تحلتش. فراح للمكتبة سأل أمين المكتبة على مراجع تساعده يحل مسألتين الرياضيات دول، فشاور له على المراجع والكتب اللي تساعده. وبعد مجهود رهيب في آخر الأسبوع حلهم، كل مسألة في 4 صفحات. وراح المحاضرة اللي بعدها، الدكتور خلص المحاضرة ولم الورق وكان ماشي. فجورج استغرب انه ما سألش عن الواجب، فراح سلمه الورق واعتذر له انه سلم الواجب متأخر لانه كان صعب جدا. فقال له: بس انا ما اديتش واجب المحاضرة اللي فاتت. بس استلمه منه وقال له: هشوفه. فاتفاجئ بعدها بشهر ونص بالدكتور جاله البيت، خبط عليه الساعة 8 الصبح، صحي من النوم فتح له
لقاه جايب معاه الورق وبيقوله المسألتين اللي انت حلتهم دول انا كنت كاتبهم امثلة على موضوع المحاضرة، امثلة على المسائل اللي عجز العلم عن حلها. الطالب ده ساعتها ما كانش عنده العلم اللي عند أستاذه، ونسبة ذكائه ما كانتش خارقة لدرجة تتفوق على علماء العالم كله. بس الفكرة هنا انه ما سمعش كلام الدكتور في المحاضرة عن المسائل اللي عجز العلم عن حلها، فكان عنده أمل ومصدق انه يقدر يحلها فحلها. خلاصة الفكرة دي في الآية رقم 99 من سورة الحجر. لقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هدفك سواء الدنيوي أو الديني هتلاقي ناس كتير مش مقتنعة بيه وبتشكك فيه، حتى أقرب الناس ليك. ممكن يكون بحب مش قصدهم يضايقوك، بالعكس ممكن بدافع الخوف لأنهم شايفين إنك بتجري ورا وهم. وممكن تكون أنت نفسك ما عندكش يقين في هدفك إنك ممكن توصله، وبتشك إنك حتى لو وصلتله هيبقى ليه قيمة أصلا ولا لأ، وليه فايدة أساسا ولا لأ. فما فيش حد بيوصل لأمل بنسبة 100% في الحياة. الإيمان نفسه والإيمان بالله بيزيد وبينقص، بيزيد بالطاعات والعبادات وبينقص بالمعاصي. فاليقين في الآية هنا معناه الموت، إن الإنسان بيوصل لليقين لما يموت. فطول ما أنت عايش افتكر إن المستحيل بالنسبة لك بالنسبة لربنا كن فيكون، وقوانين الكون بتمشي عليك بس ربنا اللي شرعها وقادر يغيرها. فالآية هنا عايزة تقولك اتمسك بالأمل حتى يأتيك اليقين لحد ما تموت، لأنك لما تموت مش هتتحاسب انت وصلت لإيه في الآخر، هتتحاسب انت أمنت وصدقت بإيه. لو عجبك الفيديو متنساش تحط لايك وسبسكرايب وتقولي رأيك في التعليقات.